جاي احل مشكله مهمه لو انت صانع محتوى او بتصور فيديوهات بشكل عام، وخصوصا لو انت مستخدم لكاميرات سوني، وهي ان اغلب شاشات سوني بيبقى حجمها صغير، فانك تكون حاططها بعيد عنك وبتصور بيها نفسك في حاله ان انت صانع محتوى، او مثلا هتصور فيديوهات فبتكون حاططها قدامك فبتلاحظ ان الشاشه صغيره. وهنا المشكله دي حلها بسيط جدا. السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. انا محمد حسن واهلا وسهلا بكم في قناتي. في البدايه لما تيجي تشغل كاميرا سوني هتلاحظ ان الشاشه بتاعتها صغيره، ودي اغلب شاشات كاميرات سوني. وحلها ان احنا نخلي التليفون بتاعنا شاشه للكاميرا. ولكن قبل ما ندخل في الشرح انا هقول لك ان احنا هنستفاد ايه ان انا اخلي الشاشه مربوطه بالكاميرا، مش علشان يعني اكبر حجم الفيو بتاعي اللي هو طالع من الكاميرا. لا، انت في كاميرا التليفون بيكون فيها مش مجرد ان انت بتشوف شاشة الكاميرا بس، انت تقدر تتحكم في كل الاعدادات وتقدر تشوف الفيديوهات او الصور اللي انت صورتها، بحيث انك تتابع اعدادات الكاميرا من حيث اعدادات التصوير اللي انت هتشتغل بيها. وهنا كمان مش شرط ان انت يعني تخليها على الكاميرا، ومش شرط ان انت تربطها بالكاميرا، انت ممكن تخليها جنبك بحيث ان هي تكون جنبك بالشكل ده كده وتبدا التصوير منها، سواء هتوقف او تبدا تصوير. تعال نعرف اول اعدادات في الكاميرا نعملها، وتاني اعدادات هنطبقها في التليفون. نبدا اول حاجه باعدادات الكاميرا. هنيجي على الواي فاي، نتاكد ان احنا مشغلينه بالشكل ده كده. الواي فاي معانا اشتغل. نيجي على البلوتوث نفس النظام، نتاكد ان هو شغال. هو هيبقى مقفول احنا نشغله. خلصنا كده الكاميرا نركنها على جنب. وبعد كده نيجي على التليفون، وهنا هنكتب في البحث مونيتور اند كنترول. هو هتلاقيه ظاهر بالشكل ده كده. هو تاني واحد ده اللي هو الصورة بتاعته بالاحمر. هنضغط انستول ونستنى عليه لما يحمل. بعد ما نخلص تحميل هنضغط على اوبن بالشكل ده كده. هو الاعدادات بتاعته سهلة جدا، هو البرنامج بسيط يعني. هنضغط على اجي. هنا بعد ما تخلص كل اعدادات الدخول هتلاقي هنا بيقول لك انت عايز تتصل بالكاميرا عن طريق ايه. هنا هيظهر معاك اسم الكاميرا بتاعتك. هنضغط كونكت، وهنا هنستنى على التحميل بتاعه زي ما انت شايف. وبعد ما يخلص التحميل هتلاقي التليفون معاك بالشكل ده. هنا انا قافل الكاب بتاع الكاميرا. لو فتحناه بالشكل ده هتلاحظ كده ان اي حاجه الكاميرا بتصورها ظهر على التليفون عندنا. طبعا زي ما قلت لك انت تقدر تشتغل عليها كان هي تكون جنبك، او ممكن تعلقها على الكاميرا. يعني انت ممكن تعلقها على الكاميرا بالشكل ده كده لو انت في اي تصوير. وكده في نهايه حلقتنا اكون علمتك ازاي تربط التليفون بالكاميرا بتاعتك بحيث تعرض لك شاشه الكاميرا عندك بشكل اوسع واحسن، او ان انت تخليها شاشه تحكم عن بعد اللي هو تكون جنبك يعني، وانت بتتحكم في كل اعدادات الكاميرا. مش شرط ان انت تمسك الكاميرا نفسها عشان تبدا تعدل في الاعدادات بتاعتك. وزي ما بقول في كل حلقه، اتمنى تكون عجبتكم ومستني تعليقاتكم برأيكم في الحلقه. فعشان تشوفوا النوعيه دي من الفيديوهات ما تنساش تعمل فولو. اشوفكم على خير الحلقه الجايه.